من غير ال5 تريكات دول ما تفكرش انك تتطور في مونتاج موبايل. اعمل اشتراك وكمل الفيديو. VN بقى منافس قوي لكاب كات، عشان كده شرحنا اهم 5 تريكات في برنامج VN. من غير ال5 تريكات دول هتفضل في مكانك. اول تريك عندنا هي كيرفات الكي فريم. الكي فريم والكيرفات مهم جدا لاي مونتاج سواء مبتدئ او محترف، بيعلي مستواك درجتين 3، عشان كده لازم تطور ادائك فيه. الكيرف كل ما ينخفض معناها ان الوقت بيبقى ابطأ، وكل ما يرتفع معناها الوقت بيبقى أسرع، والشكل الترددي ده هيخليها بشكل زجزاج. تاني تريك وهي الماسك. الماسك من الأدوات المهمة لأنه بيدخل في المونتاج كتير، زي إنك تخفي حاجات وتظهر حاجات، أو إنك تعمل أطراف دائرية للفيديو، ومثلا صورة الشخص في دايرة وهو بيتكلم. دي كلها وظائف الماسك. تالت أداة معانا، بس لحظة، أنت إزاي وصلت هنا من غير لايك وسبسكرايب؟ روح كسرهم يلا وتعالى. تالت أداة وهي البلندنج، من أهم الأدوات اللي هتحتاجها واكتر وقت لما يكون معاك ترانزيشن اوفرلاي او جاي فيديو فيه بعض الانتقالات وخلفيته سودة، بتعمل بلند للفيديو وتختار سكرين او التأثير الترندي للكلام وبتعمله ديفرنس بالشكل ده. الأداة اللي بعد كده وهي بسيطة لكن مهمة، الكات اوت، ودي وظيفتها تفصل الصورة عن الخلفية. كويسة مش أجمد حاجة، إنما لو سيناريو صعب لا هتضطر تستعمل أداة خارجية. الأداة الأخيرة معانا الكروما كي، أداة معروفة ومشهورة، هدفها تشيل الخلفية الخضراء، بس لا، المعنى الأصح تشيل الخلفية اللي فيها لون واحد. يعني مثلا صورة فيها لون واحد أزرق، هتشيل اللون الأزرق وتسيب باقي الصورة. ده كان شرح النهاردة، قول لنا رأيك في كومنت قد إيه أنت استفدت من شرحنا.